تعالى اقول لكم بقى الطريقه التانية بتاعه الجبنه القريش. خلطه كده بجد دي بقى عجبت الولاد جدا. جبت بقى هنا ده نص كيلو بالظبط من الجبنه القريش. هجيب الكبه بتاعتي او الهاند بلندر او خلاط، هحط فيه الجبنه. حاولي كده تكسري كده الجبنه. والحمد لله المره دي اول ما رحت عند الراجل اللبان قلت له عايزه جبنه قريش، قال لي فيه. الحمد لله فرحت يعني. انا عندي ايه بقى؟ عندي جبنه قديمه اللي هي الجبنه المشي يعني. خدت منها معلقتين كبار ونزلت عليها بربع كوبايه من الطحينه، ودي طحينه خام من السرجه. خلاص، وهنزل بقى بشويه توابل كده بسيطه. ربع معلقه صغيره من الكركم، وربع معلقه صغيره من البابريكا المدخنه، وربع كوبايه زيت. والطريقه دي كانت واحده من احد المتابعين عندي على صفحه الفيسبوك كتبتها لي وبعتتها لي في المسجات، وانا قلت لها هعملها اكيد، وانا اتاخرت فعلا ان اعملها. المهم برضو هنا شويه خضار، 2 فلفل احمر، دي تركه زياده، 2 فلفل احمر وطماطمتين من غير توم بقى، وشويتهم كده تحت الشوايه في البوتاجاز، وطلعتهم قشرت القشره وحطيتهم فوق الجبنه بس. طبعا الخضار انت ممكن ما تحطيش خضار، ممكن المتوفر عندك في التلاجة يعني طماطميه واحده، فلفلايه، اي حاجه. بعد ما فرمناهم بالشكل ده نسيت اقول لكم انا ما حطيتش ملح لان انا حاطه جبنه قديمه. لو انت مش حاطه جبنه قديمه طبعا لازم تحطي شويه ملح. دي بقى عجبت الولاد جدا. اللي ما بيحبش طعم الجبنه القريش هيحب الخلطه دي، لانكم مش بتحسوا بطعم الجبنه القريش خالص. الطحينه بتغطي على طعمها جدا. تاني حاجه بحط للاولاد كده يدوقوها قبل ما نعمل منها سندوتشات اللانش بوكس. وانتم كمان لازم تجربوها وتكتبوا لي رايكم في الكومنتس اسفل الفيديو. اشوفكم على خير، باي باي.